فريق الجيش الملكي هذا الموسم هذا بطعم خاص. اولا الاهداف ديالو تحققت لحد الساعه. فريق الجيش الملكي والاول موسم بعد عده مواسم لا يعتمد الا على العنصر العسكري 100%. ابناء الفريق لا من الناحيه التقنيه ولا من ناحيه اللاعبين، الاطر كلها عسكريه. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني هو انه الفريق لحد الساعه خاض 13 مقابله 13 دوره بدون هزيمه، تعادل 1 و12 انتصار. هذا ما يعني اننا كنحتلوا الصف الاول في مجموعه الشمال اللي كيأهلنا مباشره حسابيا، كيأهلنا اللاعب ما يسمى بالبلاي اوف، يعني مقابله مصغره من اجل الفوز بالبطوله الوطنيه. اهم من ذلك هو انه الفريق الجيش الملكي لكره اليد الهدف الاسمى ديالو هو اعطاء اكبر عدد ديال اللاعبين للمنتخبات الوطنيه. الشيء اللي حاصل دابا هو انه في اطار الاستعدادات ديال المنتخب الوطني لكاس افريقيا للامم تم استدعاء 6 لاعبين من فريق الجيش الملكي، تم الاحتفاظ ب3 والثلاثه الاخرين تعطات لهم فرصه من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني الاعمده ديال المنتخب الوطني موجوده عندنا هنايا، السي امين بن طالب، السي حكيم هشام، السي الزاهر محمد، هادو حافظوا على المكانه ديالهم. وبغيت نشير لواحد اللاعب اللي عنده يعني عسكري ديالنا، عنده سند الممارسه وتم الاستدعاء ديالو للمنتخب الوطني، هو السي بن علي معاذ اللي عنده مستقبل زاهر ان شاء الله الرحمن الرحيم في كره اليد، بالاضافه للسي بن شليخه ابراهيم والسي عمر عبد الرحيم قيدوا من الفريق، وبعض العناصر اللي دازوا في المنتخبات ديال الشبان، المنتخبات العمريه، السي صقري يوسف والسي عزيز ايت عرب. يعني اللي نبغي نوصل للجمهور الكريم، للجمهور العسكري العريض، هو انه فريق الجيش الملكي لا خوف عليه. الفريق راه غادي بخطى ثابته كيقوم بالدور ديالو كما ينبغي. المرتبه الاولى ماشي من فراغ، كاين عمل وكاين مجهود كيديروه اللاعبين، واداره واقفه معنا كتوفر لنا داكشي اللي المتطلبات ديالنا كاملين. وبهذه المناسبه ما تفوتنيش الفرصه نشكر المسؤولين ونشكر المسؤولين اللي داروا الثقه في العنصر العسكري ديال فريق الجيش الملكي.